تتعدد غاية الوافدين على مدينة إنزكان، فمن بائع إلى متبضع إلى متجول، منتجة وضعا يوميا أبرز سماته الازدحام وانتشار التجارة غير المنظمة. كيلقاو مشكل لأن الأماكن المخصصة للراجلين مستغلة اقتصاديا، في حين أنه لابد بحال هاد الناس هادو ممكن يكون لهم حل. وباسكو تيدبروا على ريوسهم واش يديروا، ما يجري عليهم. والله العظيم ما كاينش من ندوز، هذاك الشيء دايز من هنا. القهوي كيستغل اكثر من الحاجز ديالو، انه تيخرج تقريبا بشي متر جوج متر على المحل ديالو. كنلقاو عاوتاني البيعه والشرايه كتلقاهم مخرجين لك شحال، يعني المواطن ما تيلقاش فين يدوز. بزاف بحال هاد الاشكاليات الاعاقه كتلقى في موالين الطوموبيلات، وبنادم كيكون زحام سيرتو كتكون ديك اليومين في السيمانه السبت ولا حد كيكون واحد الاكتظاظ على ينزكان، كتكون الطريق عامره وكتكون ازدحام بزاف. مظاهر يعتبرها البعض ذات طابع اقتصادي واجتماعي تستوجب التعامل معها بمقاربة إنسانية. ما عنديش، هذا هو المعيش ديالي. لما درت الفراشه بحكا يلا على قد الحال، يلا نصور ديك 50 درهم 40 درهم ديالي باش نصور الكرا ديالي وباش نصرف على الوالده ديالي. كون كاين فاش سميتو ما يمكنش لينا نفرشوا هنا في الطريق، كون عندنا المحلات وداك الشيء ما عندناش، يمكن الله يحسن ليه غير الظروف اللي خلاتنا هكذا. المشكل خصو يشوفوا مع هاد الناس ويجمعوهم ويديروا لهم شي محلات بحال هكا، بحال مثلا اكادير كاينين دوك السوق النموذجيه وداك الشيء. السلطات المحلية بدورها حريصة على التعامل مع إشكالية احتلال الملك العمومي بالقانون، مع طرح بدائل أمام الفئة المعنية بالتجارة غير المنظمة. السلطات العمومية قامت بمجهودات في هذا الإطار لتخليص الملك العمومي من الباعة المتجولين، وما زالت العملية مستمرة، إلا أنه خص الانخراط ديال الجميع، وخصوصا هذه الفئة اللي مطالبة باش تتعاون مع السلطات العمومية وتكتل في إطار تعاونيات. والسلطات العمومية راه مستعدة لتقديم الدعم اللازم، خصوصا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإحداث فضاءات إضافية اللي تتوفر فيها الشروط ويمكن لها تمن هذا النشاط ديال هذه الفئة. وفي انتظار انخراط الجميع في جهود حل هذه الإشكالية، فالأمر مطروح بحدة في مدينة كإنزكان التي تسجل يوميا رواجا اقتصاديا وحركية تفوق طاقة المدينة كفضاء تجاري وطني.